السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. قطع عبد اللطيف وهبي وزير العدل والذي تردد اسمه في الصالونات ومقرات الأحزاب والبرلمان ضمن المرشحين لمغادرة الحكومة قطع الشك باليقين، وقال خلال حلوله على مجلس المستشارين في جلسة الأسئلة الشفوية: لن أغادر الحكومة. واستبق وهبي الأمناء العامين لأحزاب التحالف الحكومي والذين يتوقع شروعهم في سرية تامة التداول في ترتيبات التعديل الحكومي المرتقب، إذ لمح إلى استمراره في حكومة عزيز أخنوش، ومعربا عن أمله في التمكن من إنجاز ما تبقى من مشاريع قبل نهاية عمر الحكومة. وفي سياق الحديث عن التعديل الحكومي المرتقب، لمح مصدر قيادي بارز في حزب الحمامة أن التجمع الوطني للأحرار حسم في لائحة الأسماء المرشحة للاستوزار باسمه في تعديل حكومي بات وشيكا، فيما لا يزال حزب الاستقلال والبام يدرسان الموضوع في سرية تامة.